يا مساء الفل عليكم. اهلا بكل جمهور الاهلي السعودي الراقي الملكي. معاكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب، ومعانا اخبار وتفاصيل مهمه جدا هنتكلم ونتناقش فيها، وانتوا كمان اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في الاخبار والتفاصيل دي. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، انا عارف ان انت جدع وعاشق للاهلي السعودي وهتعمل لايك للفيديو، ولو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وعلشان بفضل الله تدعمني ان انا اقدم مزيد. كمان ما تنسوش اهم حاجه انكم تذكروا الله وتصلوا على النبي. اول موضوع معانا وهو على اللاعب الاهلي فرانك كيسيه قد تعرض للاصابه في مباراه الوحده وخرج في الدقيقه 50، بس الحمد لله اصابته مش قويه، وان شاء الله هيلحق مباراه الهلال. حيث ذكرت صحيفه الرياضيه ان فرانك كيسيه الاصابه التي قد تعرض لها في مباراه الوحده غير مقلقه، وهي مجرد اجهاد، وسيكون جاهز للمشاركه امام الهلال. وفي الحقيقه فرانك كيسيه من الاعمده الاساسيه للاهلي، ومن الاعمده الاساسيه في نص الملعب، ووجوده لا غنى عنه. وفي الحقيقه انا من وجهه نظري ان لولا وجود فرانك كيسيه دفاع ومرمى الاهلي هيكونوا في خطر، فالحمد لله ان الاصابه مش قويه وهيلحق مباراه الهلال. وانا اعتقد ان الاصابه دي ناتجه عن الاجهاد من تلاحم المباريات مع المنتخب ومع الاهلي. الموضوع اللي معانا بعد كده على لاعب الفريق فيرمينيو، حيث تحدث بدر الحقباني عن فيرمينيو قائلا: اتمنى من الجمهور عدم الغضب من غياب فيرمينيو عن التسجيل، لان الادوار التي يقوم بها كبيره. في الحقيقه انا اتفق واختلف مع التصريح ده، لان فيرمينيو المفروض ان هو يكون ليه ادوار في الملعب، والمفروض ان هو ما يلعبش مهاجم صريح، المفروض ان هو يلعب مركز 10 او مهاجم تاني قادم من الخلف زي ما كان بيحصل في ليفربول، علشان يكون ليه ادوار وعلشان يأدي وعلشان نشوف فيرمينيو بتاع ليفربول. بس للاسف ماتياس ياسيلا مصر على توظيفه في مركز رأس الحربة وعدم الاستفادة بيه في اي مركز اخر، وفي الحقيقة ده تصرف خاطئ من ماتياس ياسيلا، لان فيرمينيو في مركز رأس الحربة مش هيكون له اي تأثير، مش هيكون له اي وظيفة، على عكس لو تم توظيفه في مركز 10 او المهاجم التاني القادم من الخلف هيكون ليه تأثير. كمان احنا ممكن نعتمد على فراس البركان ان هو يكون مهاجم صريح. الموضوع اللي معانا بعد كده عن روجر إيبينيز وتصريحه عن مباراة الهلال، حيث تحدث روجر إيبينيز قائلا: انا لم افكر في مباراة الهلال مطلقا، ولم اخف من الحصول على الكارت الاصفر، لان لدي كل الثقة في البدلاء. في الحقيقة طبعا كلنا عارفين ان روجر إيبينيز لو كان خد كارت اصفر كان هيغيب على مباراة الهلال بسبب تراكم الانذارات. انا من وجهة نظري ان التصريح ده من روجر إيبينيز هو تصريح فيه مجاملة او بيدي الثقة لزملائه مش اكتر، لان انا من وجهة نظري روجر إيبينيز كمدافع في الاهلي ملوش بديل، ومفيش اي مدافع في الاهلي بنفس كفاءة وقدرة روجر إيبينيز. روجر إيبينيز مش مدافع بس، لا ده تطور كمان في الكرات الهوائية والكرات المرتدة، وكمان بنشوفه بيجيب اهداف، فروجر إيبينيز لا غنى عنه في الاهلي، وغيابه هيكون مؤثر بشكل كبير جدا. الموضوع اللي معانا بعد كده عن تصريح مندي، حيث تحدث مندي عن مباراة الهلال قائلا: على جمهور الأهلي معرفة أننا سنقدم كل ما لدينا من أجل الأهلي، وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في الرياض ونفوز على الهلال. في الحقيقة تصريح قوي جدا من مندي، هو تصريح فيه تحدي للهلال. مندي بنشوفه الحمد لله في المباراة الأخيرة أداؤه تحسن. مندي كان في الأول لو اتشط عليه تلاجة حرفيا هتيجي جون، بس مندي ابتدى يرجع له ثقته وابتدى يرجع له تركيزه. لا وكمان بنشوف ان وجود مندي وتصدياته ليه تأثير كبير جدا في فوز الاهلي. فانا من وجهة نظري ان ده مش تصريح عادي، ده تصريح يدل على الثقة في امكانياته وامكانيات زملائه في الفريق في الفوز على الهلال. الموضوع اللي معانا بعد كده عن تصريح ماتياس ياسيلا عن مباراة الهلال، حيث تحدث ماتياس ياسيلا عن مباراة الهلال قائلا: الفرق بيننا وبين المتصدر ليس بكبير، نعم، وقد يختلف الأسبوع القادم ويتقلص الفارق، ولكن الأهم بالنسبة لي هو تطوير الفريق كمجموعة، وهذا الأمر يسعدني جدا. في الحقيقة تطوير الفريق هو أمر مهم جدا، وهو اللي بيجيب الفوز، وهو إن شاء الله اللي هيجيب الدوري. أنا أتفق مع ماتياس ياسيلا إن أهم شيء هو تطوير الفريق، وإن الفريق يأدي بشكل جيد جدا، وكل لاعب يأدي الدور المطلوب منه، أما الفوز طبعا ده توفيق من عند الله. وبالفعل في لاعيبة ظهر عليها لمسات وتطوير ماتياس ياسيلا، زي طبعا روجر إيبينيز، بس برضه للأسف في لعيبة ما اتطورتش خالص على إيد ماتياس ياسيلا، بل بالعكس مستواها قل، وكمان بيتم توظيفها في مراكز خاطئة، زي طبعا فيرمينيو. كلنا عارفين ان فيرمينيو في ليفربول كان مكسر الدنيا لما كان بيلعب مهاجم تاني قادم من الخلف او بيلعب مركز 10، لكن ماتياس ياسيلا مصر على مشاركته في مركز رأس الحربة، وده طبعا ادى الى هبوط مستوى اللاعب وما بيأديش الادوار المطلوبة منه. كمان انا مش عارف سر عدم مشاركة فراس البركان بشكل اساسي حتى الان ايه. فراس البركان مع الفتح قبل ما يجي الاهلي كان هو المهاجم الاساسي وكان مكسر الدنيا، بس للاسف لما جه الاهلي ماتياس ياسيلا مصر ان هو يخليه بديل وعدم اعطائه الفرصة كاملة. في النهاية كل التوفيق للاهلي في المباراة القادمة امام الهلال. كان معاكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.